ازيكم يا جدعان؟ انا باسل. اختفيت فتره طويله قوي وانا عندي اسباب. بصراحه انا طريقي دلوقتي للشغل طويل قوي، ففكرت طب ما اعمل فيديوهات وانا في الطريق، ايه المشكله يعني؟ بس ابدا بفيديوهات ان انا اتكلم معاكم. كل اسبوع هنزل فيديو ليه علاقه بقى بالتصوير، ليه علاقه ان انا بتكلم معاكم، حاجه ليه علاقه بدبي، بالعيشه اللي انا عايشها او بالكلام ده. فكل اسبوع ان شاء الله في فيديو هينزل. الفيديو بقى النهارده عن انا كنت فين واختفيت ليه وايه اللي رجعني تاني، الكلام ده كله. فالفيديو ده كلام كده مع بعض يعني. يلا بينا نبدأ، بس نتحرك الاول عشان انا متأخر قوي. مش عارف انا هبدأ منين، بس انا عندي حاجات عايز اقولها. اول حاجة، انا الجول بتاعي او البيربس بتاعي في الحياة ما اتغيرش لسه، اللي هو ان انا بحب المونتاج والتصوير وعايز اعلمه للناس. وانا عندي حاجه كده جوايا بتقول اللي هو ايه، لو انت عندك معلومه ما تبخلش على حد بيها. دي حاجه عندي من زمان، فعشان كده أنا اكتر حاجه مضايقاني الفتره اللي فاتت ان انا وقفت التوتوريالز. اللي متابعني على انستجرام يعني اكيد هياخد باله من الموضوع ده، ان انا كنت بنزل فيديوهات كتير وبعد كده فجأة مرة واحدة انا قطعت. كان في الاول خالص كنت موقف عشان الاحداث، بعدين اتشغلت في الحياة، عديت بظروف وحشة قوي. السنة اللي فاتت دي كانت اصعب سنة في حياتي. يعني في حاجة كده، الناس اللي يعرفوني يعرفوا الحوار ده قوي، انا كل سنة بقول ان السنة دي احلى سنة في حياتي. السنة اللي فاتت بقى بوم دمار شامل. بس الحمد لله مش شامل بصراحة. أنا برضو مش هنسى النعم اللي عندي بصراحة، بالعكس يعني ممكن النعم تبقى أكتر من الحاجات الوحشة اللي حصلت. بس الحاجات الصعبة اللي حصلت في السنة دي يعني كانت كتير، فكان تو ماتش في سنة واحدة. سبب رجوعي بقى غير ده، زمان انا كنت بعمل فيديوهات. في ناس ما تعرفش ان انا كنت بعمل اللي هو شورت فيلمز وفيديوهات على اليوتيوب. انتوا لو حابين ممكن تخشوا على الشانل، هتلاقوا الفيديوهات دي كلها. في يوم كده قلت اتفرج على الفيديوهات اللي عندي، بس اتفرجت على الفيديوهات قلت هو انا كنت فين وبقيت فين. لا لا، بصراحة وقت الفيديوهات ده وحشني قوي. يعني انا عايز ارجع. يعني انا السبب ان انا برجع دلوقتي انا بتكلم كده وعمال بتكلم كده بقول اي حاجة وخلاص، هو ان انا عايز ارجع اعمل فيديوهات تاني. بصراحه انا عندي افكار كتير في المواضيع اللي هنتكلم فيها الفتره اللي جايه. بس هو ده يعتبر مثلا لو ايه فيديو الانترودكشن للي هيحصل الفتره اللي جايه. اولا اليوتيوب انا قررت انه هيبقى توتوريالز، كلام كده في المطلق، مواضيع مثلا مواقف حصلت مثلا في وقت التصوير، مشكله حصلت مثلا معايا في المونتاج وازاي حلتها، ممكن بيهايند ذا سينز مثلا مني في التصوير. يعني كلها حاجات ليها علاقه بالمجال ده، وان شاء الله تستفادوا. يعني الحاجه التانية الانستجرام انا هخليه بيرسونال شويه، بلس برضو توتوريالز وتعليمي. يعني ايه؟ يعني انا هنزل توتوريالز وهنزل فيديوهات وهنزل ترانزيشنز حلوه والكلام ده، بس في نفس الوقت هو برضو بيرسونال. انا بالنسبه لي انا كنت زمان انا بحب الانستجرام عن اي بلاتفورم تاني، عشان بنزل فيه الحاجات بتاعتي عادي، انزل صوره ليا لو انا مسافر. بس انا بالنسبه لي التعليمي بيبقى اصعب على الانستجرام عشان حاجه واحده بس، ان انا بهتم بكل تفصيله في الايديت. يعني انا بعمل ايديت، بحاول اعمل ايديت كويس عشان الناس تبقى يعني تتشد ليه. فدي مشكلتي معايا، ان انا بقى حاليا في المرحله اللي انا فيها انا ما عنديش وقت قوي ان انا اعمل ده، ومش عايز ادي المونتاج لحد عشان بيبقى عندي فيجن معينه بحب انا اللي اعملها بطريقتي. ده مش معناه ان انا هوقف فيديوهات التعليميه، لا، انا بس هي معمول لها بوز كده وارجع لها تاني. يعني ممكن يكون اصلا الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي ده يشجعني ان انا ارجع اعمل الفيديوهات التانية. الحاجه التانية التيك توك بقى فيديوهات تعليميه بس، فاللي عايز يتفرج على فيديوهات تعليميه مش مهتم بيا خالص ولا مهتم بالكلام اللي انا بقوله وعايز يتفرج على حاجات يستفاد بيها بس، يخش على التيك توك ده. انا عامل فيه التوتوريالز بس، وان شاء الله هكمل فيه برضو نفس الكلام. الفتره اللي فاتت انا كنت شغال فريلانسر وكونتنت كريتور، فكان عندي وقت ان انا هو خلاص انا ده الوقت بتاعي. يعني هو ان انا بشتغل بعمل الفيديوهات بتاعتي في البيت، كل الكلام ده كله تبعي خلاص تمام. حاليا انا دلوقتي بشتغل في شغلانه فول تايم، يعني ما عنديش وقت قوي ان انا اعمل حاجه ليا. يعني برجع تعبان، او لو مش تعبان ساعات الشغل بيبقى فيه ضغط شويه الكلام ده. بس انا دلوقتي بظبط جدولي، يعني بظبط جدولي ان انا خلاص ان انا عايز ارجع اعمل توتوريالز، وفي نفس الوقت عايز اعمل فيديوهات بقى على اليوتيوب وكده اسبوعيه. فخلاص ده بقى ديديكيشن، بقى ديديكيشن. قررنا بقى خلاص يا جدعان، انا مش هفوت اسبوع ان شاء الله غير لما انزل فيديو ايا كان بقى هتكلم عن ايه. انا حابب بقى ان انتوا تساعدوني في الموضوع ده، ان انتوا بقى تقولوا لي انتوا عايزين تسمعوا ايه. يعني انا فكرت مثلا اعمل الفيديو الجاي عن ايه رحلتي في المجال ده، ممكن تاخد اكسبيرينس في الموضوع ده يعني، او ازاي مثلا ايه تشتغل بره، هل المجال ورثت ولا لا. يعني المجال
كويس ولا لا. يعني في مواضيع كتير نتكلم فيها. انا بفكر اسمي السلسله اللي انا بعملها دلوقتي دي باسل على الطريق، عشان انا باسل على الطريق دلوقتي، انا بتكلم معاكم على الطريق وانا على الطريق. وحاجه كمان يا جدعان عايز اقولها، انا على الانستجرام دلوقتي بدات التشالنج ده ليا وللناس اللي عايزه تخش معايا فيه. ايه التشالنج؟ ان انا كل يوم هنزل صوره على الستوري. التشالنج اسمه 100 days of frames. كل يوم لمده 100 يوم هنزل صوره على الستوري. الغرض من التشالنج ده ان انا طول الوقت بكون بصور صوره، فيديو، اي حاجه، بس ان انا اصور فريم. التشالنج ان انا اصور فريم يكون شكله حلو، يعني مش اصور صوره كده وخلاص، لا لازم يكون شوت حلو لمده 100 يوم. انا ما اعرفش انا هعملها ولا لا، بس انا بصراحه لا، انا عايز اعملها. فما تيجوا بقى نساعد بعض. خش على الانستجرام عندي، انا هحط لكم الانستجرام هنا، بان احنا نصور بقى الكلام ده مع بعض. يعني انا هصور وانتوا صوروا، ولو الصوره بتاعتكم حلوه انا هعمل لها ريبوست. فبالطريقه دي احنا نشجع بعض ان احنا كل يوم بنصور. وانت خد بالك، انت كل ما بتصور صوره غصب عنك تاني يوم بتقول انا عايز اصور صوره احسن، فغصب عنك انت بتقعد بقى تفكر في فريمز، بتفكر بقى في تكوين الصوره. فده يعني يعتبر زي ده مثلا ايه، زي تمرين لينا بس. ودي انا بحب التصوير، بس انا بقالي كتير ما مسكتش الموبايل وطلعت صورت والكلام ده، فانا حاسس ان ده تشالنج حلو قوي. دي كل حاجه، يعني اتمنى الشانل دي تفيدكم. اشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، واشوفكم كل يوم على الستوريز عندي على الانستجرام. سلام. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what up